لكل من هو مرعوب وقاعد في بيته مفكر ان الحبس مستنيه بسبب ايصال الامانه اللي هو ماضي عليه. انا بقى جاي اقول لك اطمن، اغلب قضايا ايصال الامانه بتاخد براءه. بتاخد براءه ليه؟ لان حضرتك كنت ماضيها نتيجه معاملات ماليه، اشتريت غساله، اشتريت ثلاجه. انا بقول لك بقى ان مش ده الهدف من ايصال الامانه. ايصال الامانه يا حضرات مكون من 3 أفراد: دائن، مدين، مستفيد. المدين خد من الدائن عشان يوصل للمستفيد، ما وصلش واخد الفلوس لنفسه. دي جريمة تبديد أمانة، غير كده مش متوفرة في حقك القصة دي. اطمن، براءة. اللي شاري بقى تلاجة وغسالة وماضي على وصل في قعدة عرفية، انت ما خنتش كده الأمانة، لأن انت ما أخدتش عشان توصل. فاهم اللعبة فين؟ احنا بندفع قدام القاضي بانتفاء ركن التسليم، بنثبت بكل طرق الإثبات. تمام؟ تمام. اتفضلوا.